الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، فإن الله جل جلاله الذي أنزل سورة تبارك فجعل البركة فيما أنزله من وحي وفيما أرسله من نبوة، فجعل البركة في ذوات، وجعل البركة في أوقات، وجعل البركة في أمكنة وأزمنة. فالله بارك في أزمنة في اليوم والليلة، وبارك في أزمنة في الأسبوع، وبارك في أزمنة في الشهر، وبارك في أزمنة في العام. فجعل بركة اليوم والليلة في ثلث الليل الأخير، فجعل السحر هو بركة اليوم والغذاء التي يتغذى به وفيه المؤمنون، فيستكثرون من استغفار ربهم والمستغفرون بالأسحار. فهذه الأوقات التي يداوم عليها المؤمن يملأ ويشحن قلبه بتقوى وإيمان. وما أجمل ذلك الوقت الذي يجلسه المصلي بعد صلاة الفجر فيذكر ربه حتى تطلع الشمس، حتى يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وما أجمل تلك الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا وأعطاه الله إياه، وهي بعد عصر الجمعة، والحمد لله رب العالمين.